عايزه اقول حاجه في موضوع ام خالد وابو خالد اللي شاغل السوشيال ميديا الفتره دي. قبل ما ام خالد تطلع وتقول سبب مشكلتها مع جوزها ايه، انا كنت عارفه ومتاكده ان هو ده السبب. اي حد بيشتهر على السوشيال ميديا بيكون هو ده سبب خراب بيته. ام خالد وكل اللي شبهها على السوشيال ميديا وكل البلوجرز المشهورين جدا اللي انتوا بتحبوهم وعارفينهم كويس قوي، كلهم هم اللي متوليين البيت وهم اللي بيصرفوا على البيت. 90% منهم رجالتهم ما بتشتغلش اصلا وعواطليه. وده بيبان امتى؟ بيبان وقت الخلاف والطلاق، بيطلعوا ويقولوا انا اللي كنت بصرف وانا اللي كنت بعمل. فسبب خلاف ام خالد الرئيسي انه جوزها ابو خالد مستكتر عليها حب الناس ومستكتر عليها الارباح دي كلها ومستكتر عليها شغلها على السوشيال ميديا، فعايز ياخد حته من التورته. طبعا كان كل الناس دايما تسالها هو بيشتغل ايه، فبتقولهم هو محامي ومعاه مكتب محاماه وبيسافر القاهره دايما بيعمل شغل وحاجات. طلعت بقى وقالت الحقيقه انه لا يا جماعه، هو ما بيشتغلش اصلا وانا اللي بصرف وانا اللي شايله وانا اللي بعمل. فما فيش ست هتستحمل كده. فالطلاق ده شيء طبيعي جدا في الحاله دي. سبقتها في الموضوع ده ام عمر، لانه برضو ام عمر بتقول انا اتطلقت لنفس السبب. وكل البلوجرز بتوع الانستجرام هم برضو اللي بيصرفوا على البيوت. لما الست بتصرف على البيت حرفيا البيت بيبوظ ولازم بيحصل طلاق. فانتوا ايه رأيكم في موضوع ان الست هي اللي تصرف؟